عالسلامة، شنو أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. كيف العادة نبدو بالصلاة على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصفة اليوم وديتكم كعبة مادلين للصغار يصلحوا لمجة. ما نحكي لكمش على بنتها، هي صحيح ما هيش صحية برشا خاطر فيها السكر الأبيض فيها الدقيق، لكن أقل ضرر بما أنها حاجة معمولة في الدار. لهنا باش نستحقوا ما بين 200 و 250 جرام من الدقيق الابيض، وكل المكونات باش نخليها لكم بالجرام في صندوق الوصف. عندي كيس من السكر، نصف كيس من الحليب، عندي زادة اقل من نصف كيس من الزيت النباتي، مغرفة من ماء الزهر، عظمتين او بيضتين، مغرفة وشوية من الكاكاو الخام، وظرف من الفانيليا وظرف من البيكنج باودر او الخميره الكيميائيه. به في ابال نشد اول حاجه نعملها نكسر العظمتين ونزيدهم ظرف الفانيليا ونزيدهم كيس السكر، ونبقى نركض فيهم لنتحصل على مزيج يكون مايل للابيض. به نفتحوا قوسين شويه نحكوا في اللمجات الصحيه والغير صحيه. صحيح انه المادلين او الكاب كيك غير صحي، لكن معناها ما فيهوش هيك المواد الحافظة الضارة. ما فيها بس مرة في الفيل نعملوا كيك لأولادنا، لمجة يهزوها معهم للمدرسة. وإذا كانت تحبوها صحية 100% تبدلوا الفارينة أو الدقيق الأبيض بالذرع أو بالقمح الكامل، وتبدلوا السكر بالعسل. باهي مزجنا الخليط لين تحصلنا، شفتوا الخليط كيفاش ولا مايل للابيض. توا باش نصبوا الحليب ونحنا كيف نركضوا. واذا كانت تحبوا تتحصلوا على اكثر عدد من المادلين، اكثر معناها من قرابه 21 كعبه او 22 كعبه، خاطر انا لهنا تحصلت على 11 كعبه تقريبا او 12 بكعبتين بيض فقط. اذا كانت تحبوا تحصلوا على الضعف وكل المكونات، يعني في عوز تعملوا بيضتين تعملوا 4 بيضات، وفي عوز تعمل 250 جرام تعملوا ديما كل حاجة تعمل الضعف. تعمل كاس حليب في عوز نصف، تعمل أكثر من نصف زيت في عوز ربع، يعني كل شيء نضعفوه. إلا هنا صبيت الحليب، صبيت الزيت تدريجيا وأنا نحرك، صبيت زادة مغرفة الماء الزهر. وتوا باش نبدأ نغربل في الفرينة متاعي. وديما نعاود نقول راهو أي مرطبات اي حلويات او اي معجنات واي حاجه بنستعمل فيها الفرينه لازمنا نغربلوها. اول حاجه نظافه، وثاني حاجه تبدا منديه الفرينه لازمنا نغربلوها باش يدخل فيها الهواء وما تبداش فما تكتلات فيها. به بعد ما غربلنا الفرينه او الدقيق متاعنا باش نركزوه بالطريقه هذه اللي تتداخل المكونات الكل في وسط بعضها. لهنا الفرينة اختفت، ما عادش فما فرينة، اتمازجت المكونات الكل مع بعضها. توا شنو باش نضيف البيكنج باودر او الخميرة الكيميائية، وكيف لازمني نغربلها. وتوا نقولكم علاش. توا تشوفوا من بعد في وسط هيك الصفاية الصغيرة التكتلات اللي تخليها البيكنج باودر. اذا كان ما غربلناهاش تبقى فما كعابر صغار فيها، واذا كانت وجدت الكعبر هذيك في وسط الكيك مذوبش راهي وتعطي من بعد مطعم خايب على الاخر. ماذا بينا نحنا باش نلقوا احسن نتيجه في الكيك متاعنا، يجي اسفنجي على الاخر خفيف هشوش. ما نحكي لكمش على البنه متاعو. نتبعوا شفتوا هيك التكتلات هذوك لازمنا نخلصوا منهم، لازمنا نتبعوا المراحل مرحله بمرحله. اخر حاجه عملناها اللي هي الخميره الكيميائيه. توا باش نمزجها مع باقي المزيج متاع الكيك متاعنا، وباش نمشي نحطهم في هيك الاكواب او الكيسين متاع الكاب كيك متاع المادلين، ونحط فوقهم زاده الكابات الورق. ما حبيش نحطهم ديريكت على الالومنيوم. كي لقيت عندي ورق قلت علاش لا نحط الورق في قلب معناها في وسطهم هكاكا، باش من بعد تسهل عليا عملية الخروج متاع الكيك ما يلصقليش في الالومنيوم. وزاد اقل ضرر معناها صحية اكثر كي تكون في ورق الزبدة. به لهنا باش تقولوا لي وينو الكاكاو.
لحظة تو نجوها المرحلة متاع الكاكاو. أول حاجة باش نعملها باش نصب المزيج الأبيض، نصبه في الكيك، يعني الكيك من غير كاكاو، ونصب شوية في معناها الأكواب الكل، ومن بعد زايدة نزيد الكاكاو للمزيج ونعاود نمزجوه بالباهي بالباهي، ونصب المزيج اللي فيه الكاكاو على المزيج الأول. حاجة تبدأ سهلة وبنينة والصغيرات يحبوها، وأهم حاجة معناها تكون نظيفة ولا عينينة وما فيهاش مواد حافظة وما فيهاش مواد إضافية الله أعلم شنية. نحنا كل شيء نعرفوا شنو حاطين في الكيك متاعنا. هذاك علاش الواحد معناها يقولك حاجة الدار أنفع وأنظف وأصح. باش نصب توا الكل. بعد ما صبيتهم شنو باش نعمل؟ باش نضيف الكاكاو ونمزج مليح مليح باش الكاكاو ما يبقاش في معناها ما يبقاش متكتل. لازم نمزجه بالباهي بالباهي. جربوا وصفتي هذه باش تحبوها على الاخر. وحتى بالشكل متاعها معناها حتى كيف تتهز في لمجة الصغيرات، تتلف بابي سيلوفان ويهزوها صغيرات لمجة، وإلا حتى تتحط في كيس غذائي صحي. هكذا الأكياس نحطوهم في الكونجيلاتور يبدو صحيين، نجم نحطوا فيهم كاب كيك هذا ويهزها مع لمجة. ما نحكي لكمش معناها صغيرات يفرحوا بيهم وتكون حاجة نظيفة ولا عينينا وعملناها بيدينا. أنا ديما معناها نأكد على إنه اللمجة مهما كانت تبدأ عملتها وحدك في الدار أنظف وأصح 1000 مرة من أي لمجة باش تشراها من الشارع. معناها الكيك باش نعمله وحدي في الدار أنظف 1000 مرة من أغلى كيك وأبن كيك تعمل في المصانع البر. باش نحطه في الفرن في الطبقة الوسطانية على 180 درجة من فوق ومن اللوطة، باش نشوفوه هو في الفرن اللي هنا دوب ما بدا يرتفع، وباش نشوفوه من بعد وهو حضر. بسم الله ما شاء الله شكل وذوق. وهذوما هما كعيبات المادلين متاعنا. حضروا ما نحكي لكمش على الخفة، خفيف خفيف اسفنجي على الاخر، كأنك شادة قطن في يجيك اسفنجي اكثر ما يمكن. تو نحل لكم كعيبة نشوفوها من داخل. يعني مانيش نشكر في الكب كيك او كعيبات المادلين اللي حضرتهم، لكن ما فماش حاجة اسفنجية وخفيفة وقطنية اكثر من الوصفة هذه. ناجحة 1000%. وتو نشوفوا مع بعضنا اصلا التكستير متاعها كيفاش تكون. ما تستحملش لمسة معناها بين يديك، تذوب بين يديك على ما هي خفيفة هشوشة. تعمل الكيف بنا على بنا من الاخر. المادلين هذوما كعيبات المادلين بنا على بنا باش نحي هيك الورق متاعهم ونحلها لكم زاد الكعيبة من داخل ونطمنكم على الحاجة كيف جت ما شاء الله بنينة. تعمل 66 كيف. وشوفوا جت عالية ما جتش معناها واطية. وهذه من داخل شوفوا هيك الكاكاو من داخل كيفاش، وهي من برا حاجة تعمل 66 كيف اسفنجية على الاخر. واذا كان عجبتكم الوصفة نأكد على الجيم اعملوا جيم. الإعجاب هو اللي يخلي الفيديو يوصل أكبر عدد ممكن من المشاهدين. مستنية دعمكم ومستنية تعليقاتكم المزيانة. توا بقالي كان نتمنى لكم يوم سعيد، ونقول لكم إن شاء الله تعجبكم وصفتنا وجربوها وقولوا لي على آرائكم في التعليقات بعد ما تجربوها. توا أصدقائي باي باي بسلامة.